هاي، أنا نبيلة عبد الجواد، كاتبة وصحفية. هكون معاكم النهاردة في ايريد. أتمنى الحلقة تكون حلوة. احكي لنا عن إحساسك لما مسكتي أول رواياتك. كان إحساس مختلف جدا إن أخيرا الكتابات بتاعتي اللي على اللابتوب هتتحول لحاجة ورقية، كتاب ورقي ملموس فيه ورق، الورق ده فيه كلماتي. هيوصل لنسبة كبيرة من القراء، الناس هتقرأ فهتقولي تعليقاتها. يعني إحساس إن هو أفكاري أنا هتتنقل لناس كتير، كان إحساس مختلف تماما. تاني سؤال، استمتعتي أكتر بكتابة حانة الأقدار ولا وداعًا للماريونيت؟ وليه؟ وقد إيه اختلفت تجربة كتابة حانة الأقدار عن وداعًا للماريونيت؟ تمام، أكتر رواية استمتعت بكتابتها كانت رواية حانة الأقدار. الإجابة اللي هو ليه يعني كان علشان دي الرواية اللي أنا كنت بكتبها من غير ما استنى ان هي تنزل في حتة او ما شابه. انا رواية حانة الأقدار كنت بكتبها، وكان كان وقت كورونا، فقلت ابعت حاجة منها كده، جزء منها لحد من صحابي قراها. والغريبة ان هو اتفاجئت ان هي عجبته جدا، وقال لي طب ما تخلصيها وتنشريها. فالموضوع ما كانش في دماغي قوي، فتحمست خلصتها. قلت انشرها، وبدأت في ان انا اخد الخطوات لده. كان وقتها كورونا، فكان المعرض اساسا ملغي، فعقبال ما قدمت لدار نشر عشان تتنشر، اتنشرت في شهر 7 في 2021 وقت ما معرض الكتاب اتأجل. كان احساسها مختلف لان هي رواية اللي ما كتبتهاش تحت ديدلاين. يعني فكرة ان انا اكتب حاجة تحت ديدلاين معين دي كانت حاجة بالنسبة لي مش حاساها، مش حاسة ان انا ببدع براحتي او بكتب براحتي او افكاري بتطلع زي ما هي عايزة. ولكن وداع الماريونيت برضو كان احساسها مختلف. كان ان انا اول مرة اختبر نفسي ان انا ممكن اكتب رواية في وقت قليل، وان انا اعرف اطلعها صح. السؤال الثالث، هل وانتي بتكتبي رواياتك بتخرجي نفسك من الصورة، ولا ممكن نلاقي كتير من شخصية نبيلة في الشخصيات اللي في رواياتها؟ الحقيقة هو الاتنين. يعني انا في شخصيات من رواياتي هو فيهم جزء مني، ده شيء مفروغ منه، ولكن في حاجات تانية بحاول أطلع منها نفسي، إن أنا لا أطلع فكرتي أنا، أطلع أفكاري أنا برا، أو معتقداتي الشخصية برا، وأتكلم بلسان الشخصية، لأن مش كلهم شبهي، فمش كلهم نفس تفكيري، فمش كلهم نفس قناعتي. إيه نصيحتك لأي كاتب أو كاتبة مقدم على خطوة النشر لأول مرة؟ هو تبقى نصايح بقى مش نصيحة. يعني نصيحتي إن هو يدور على دار نشر توزيع كويس، دي أول حاجة. التوزيع مهم جدا، ما ينشرش بفلوس على حسابه الشخصي، يعني إلا في أضيق الحالات، لو الدار لسه فاتحة جديد وعايزة تبدأ جديد زي ما حصل معايا. يعني إن هو ما يتوهمش في كتاباته قوي، يحاول يتقبل النقد. فكرة إن أنا أبقى عندي الوهم إن أنا بكتب أحسن حاجة في الدنيا، إن أنا مش بغلط، دي فكرة مش حلوة جدا، مش بتطور. يعني بتوقف الشخص، مش هتخليك تتطور، مش هتخليك ان انت كل عمل هيبقى مختلف عن اللي بعده. فاهم حاجة ان انا اسمع النقد واتعلم منه، واعرف انا بنشر فين ومع مين، وان انا اعمل علاقات كويسه في الوسط الثقافي. العلاقات الكويسه بتكون لذيذه جدا، ان انا بسمع وجهه نظر حد قريب مني وبينصحني بجد، مش بينصحني او بيشجعني وخلاص من قبيل ان احنا صحاب، لا بيقولي نصيحه حقيقيه. فدي كانت حاجه مهمه جدا جدا جدا. والاهم من كل ده ان انت ما تستعجلش، يعني مش وانس ان انت خلصت مثلا الكتاب تنشره، لا، استنى شوية، اقراه تاني، حاول ما تبقاش عايز تاخد الخطوة الأولى وخلاص. في حاجات كتير ممكن تتعمل في الرواية بعد ما تخلص، ودي نصايح يعني اللي أنا أقدر أقدمها. السؤال الخامس، هل في أي أعمال قادمة قريبا لنبيلة عبد الجواد؟ الإجابة في عمل قريب أنا لسه بكتبه، ما خلصتش لسه المسودة الأولى منه، وأتمنى أخلص المسودة الأولى قبل ما هي تخلص عليا، لأن كتابة العمل الجديد ده بالنسبة لي صعب قوي، ويعني حاسة إن هو مختلف عن الروايتين اللي قبل كده، مختلف في حاجات كتير، واخد من طاقتي كتير جدا.
واتمنى ان هو يخلص، واتمنى ان انا الحق انزل بيه المعرض الجاي، عشان فكرة ان انا اتواجد في المعرض فكرة مهمة جدا بالنسبة لي كنبيل. خبر اكسكلوزيف لاي ريد. تمام، انا ممكن اقول حاجة ان انا مؤخرا بدأت اهتم بكتابة السيناريو والاخراج، يعني بدأت اكتب سيناريو واتمنى يتنفذ قريب، والاخراج بدأت ان انا اكون مساعد مخرج في احدى البرامج الشهيرة، وقريب نازلة فيلم. اتمنى ان ده يكون خبر اكسكلوزيف يعني كويس لاي ريد، وان انا اتطور برضو في الحتة ديت، لان انا حابة فعلا، حابة الوسط الفني والمجال نفسه، حابة الفكرة كلها. أسئلة عن القراءة، يلا بينا. بتاخدي كتاب معاكي وانتي مسافرة؟ أكيد، يعني فكرة ان الكتاب يبقى معايا حتى لو انا مش هقراه، يعني اوقات باخد كتاب مش بقراه بس بعمل حسابي احتياطي في كتاب. معرفش ايه السبب لده، بس دايما بحس ان الكتاب وقت ما انا مسافرة بيبقى حاجة مهمة جدا. حتى لو انا مسافرة مع اصحابي عشان استمتع وخلاص او افصل، لا، الكتاب لازم يكون ليه دور كبير في السفرية. السؤال التاني، ممكن تهايلايت في كتبك جمل او مقاطع او تكتبي في الهوامش، ولا بتحبي تحافظي على الكتاب كأنه جديد؟ الحقيقة هو أنا الأول كنت بحب جدا إن أنا أحافظ على الكتاب كأنه جديد، ما يتنيش فيه صفحة، ما حتى الغلاف ما يتخدش مثلا أو حاجة زي كده. بس مؤخرا بقيت اللي هو لأ، طب ما هو أنا عاجبني حاجة معينة مثلا، والكلام دوت في كتب علم النفس وكتب السينما، الكتب اللي ملهاش علاقة يعني الكتب نفسها مش الروايات ما بحبش ألمسها خالص، بس الكتب لأ، بحب أعلم فيها أو بمسك قلم. يعني مؤخرا كنت بقرأ 3 كتب عن السينما، الكاتب اسمه أحمد المسيري. كان الكتب عجباني قوي، كنت بمسك قلم واقعد اخطط كده على الحاجات اللي تهمني، اسامي مخرجين ممكن اكون ما سمعتش عنهم، افلام عايزه اشوفها، حاجات زي كده. ففرق لي قوي الموضوع ان انا هايلايت ده، ولقيت نفسي ان انا بفتكر اسرع يعني من ان انا اقرا وخلاص. تالت سؤال، بتسلفي كتبك لحد؟ الحقيقة لأ، بس أوقات بتحرج، يعني أوقات حد ممكن يسألني أو يجي عندي البيت فيشوف حاجة في المكتبة فيبقى عايز ياخدها، فتحرج أقوله لأ، فتمام بديله الكتاب، وطبعا في أغلب الأحيان ما بيرجعش. فدي حاجة بتضايقني جدا، بس مؤخرا قلت إن أنا مش هتكسف، يعني كتبي لنفسي. فدي حاجة برضه مهمة. إيه أغرب حاجة استخدمتيها كبوك مارك؟ هي مش حاجة واحدة، هي كذا حاجة. مرة استخدمت منديل كبوك مارك، تنيته ورحت حطاه كده. اوقات بستخدم اقلام كبوك مارك، مرة استخدمت ايلاينر كبوك مارك. وبرضو الحاجة اللي كانت لطيفة شوية ان انا استخدمت وردة كبوك مارك، وما كملتش الكتاب لحد ما دبلت جواه. السؤال الخامس، بتفضلي القراءة الورقية ولا الإلكترونية؟ الورقية ثم الورقية ثم الورقية، مفيش حاجة هتطلع أحسن من الكتب الورقية. بغض النظر عن كم الجهود مؤخرا اللي بتتعمل في الكتب الإلكترونية، ولكن الورقية، إحساس الورقي إحساس مختلف تماما. أنا عندي كندل، جربت أقرأ على كندل وجربت الورقي، لا، الورقي مختلف. الورقي أنا حاسة إن أنا ماسكة الكتاب، حاسة بورقه، شم ريحته، فلا، إحساس مختلف تماما، وما فيش إحساس أحلى من كده يعني من الكتاب الورقي في إيدي. إيه أكتر مشروب أو سناك تحبيه مع القراءة؟ يعني هو بيبقى على حسب صيف ولا شتاء. الصيف مثلا ممكن أحب أشرب بيبسي، أحب الآيس كوفي، الحاجات ديت. الشتاء طبعا نسكافيه، شاي بلبن. الحاجات الدافية دي بتكون لذيذة يعني، خاصة النسكافيه والشاي بلبن. السؤال السابع، ايه أسرع مرة قريتي فيها كتاب وكان ايه؟ احكي لنا. أسرع مرة قريت فيها كان وقت اكتشافي لهشام الخشن، الكاتب هشام الخشن. جبت له كل كتبه وقعدت بقى أشوف هو بيقول ايه، فكان يعني كنت بخلص كل رواية من رواياته في يوم واحد، فدي كانت أسرع مرة أقرأ فيها وكانت أحلى مرة. يعني إيه اللي ممكن يخليكي ما تكمليش كتاب؟ إن الكتاب ما يجذبنيش، يعني أوصل مثلا لحد الصفحة 100 شوية واللي هو مفيش أي عامل جذب في الكتاب، موضوع ماشي عادي جدا، مفيش حاجة مخلياني إن أنا عايزة أكمل الكتاب ده، فدي الحاجة اللي ممكن تخليني ما أكملش كتاب. بتعملي إيه عشان تفضلي فاكرة معلومة قريتيها في كتاب؟
انا عندي نوت بكتب فيها المعلومات اللي باخدها من الكتب، ودي الطريقة الأسهل والأمثل إن أنا أفضل فاكرة المعلومة دي، حتى لو نسيتها في مرة بعرف أرجع لها تاني وبلاقيها بسهولة. لو لقيتي مصباح سحري هتطلبي منه إيه؟ يفضل عندك مخزون كافي من الأفكار مدى الحياة، تفضلي سعيدة على طول، تفصلي قلبك وتستخدمي عقلك، يبقى عندك قدرة قراية الأفكار. هختار إن أنا أفضل سعيدة على طول. أعتقد إن السعادة هي أحسن شعور نفضل حاسين بيه وبس يعني. تاني سؤال، لو هتعزمي كاتب عايش أو راحل على العشاء هتعزمي مين؟ أحمد خالد توفيق، يعني أحمد خالد توفيق وبس. لو عندك فرصة تعيشي جوه رواية تختاري أي رواية؟ أختار رواية أولاد حارتنا، جدا جدا مليانة شخصيات، رواية حاساها دافية كده، وده نجيب محفوظ طبعا. لو قدامك حباية تخليكي تعيشي للأبد وحباية تخليكي ترجعي بالزمن، تختاري تستخدمي أي واحدة فيهم؟ أنا شخص ما حبش أعيش للأبد، أكيد كلنا عايزين نعيش بس مش لدرجة إن أنا أعيش للأبد. أختار حباية تخليني أرجع بالزمن، لأن أنا بنسى بسرعة، فممكن لما أرجع أكتشف حاجات أنا مش فاكراها وأحسها مرة تانية، بس أكون فاكراها وقتها. السؤال الخامس، لو في إيدك إنك تحولي رواية لفيلم هتختاري أي رواية؟ إجابة كليشيه شوية إن أنا أقول حانة الأقدار، بس دي رواية أنا نفسي قوي إن هي تتحول. حاسة إن أنا عشان عشت معاها لحظات وعشت معاها أحداث وعشت معاها أفكار ومشاعر، فحاسة إن أنا نفسي قوي أشوفها وهي متحولة كعمل سينمائي يعني. وبرضو رواية أولاد حارتنا، أنا بحب الرواية دي جدا ومؤثرة عليا من زمان، فنفسي أشوف كم الشخصيات دي لو تحول إيه اللي هيحصل. لو تختاري سوشيال ميديا شانل واحدة فقط لباقي حياتك تختاري إيه؟ انستجرام، فيسبوك، تيك توك، يوتيوب؟ هختار، السؤال صعب لأن أنا بحب الانستجرام جدا، بحب أنزل عليه حاجات بصورها، والفيسبوك بتفاعل عليه يعني بكتاباتي وكده، بس ممكن اختار الفيسبوك، يعني هيكون حاجة محايدة ان انا انزل عليها صور وان انا اتفاعل برضو عادي. السبعينات ولا التسعينات؟ هو التسعينات انا عشتها، اي نعم انا اتولدت 1999، بس يعتبر يعني خدت منها شوية حاجات، بس هختار السبعينات. كتابة ولا قراية؟ كتابة. مسلسلات ولا أفلام؟ أفلام، مع إن المسلسلات مؤخرا بقت تعمل بطريقة كويسة إن هو 10 حلقات و5 حلقات، بس الأفلام برضو حاجة مختلفة. قراية في كافيه ولا على البحر؟ لا ده ولا ده، يعني قراية في بيتي على سريري، التكييف والع، أو لو الدنيا شتا بقى تحت بطانياتي يعني، بس حاجة بسيطة وحلوة. كتابة الصبح ولا بالليل؟ بالليل. انا عندي مشكله في موضوع الكتابه الصبح، مش بحس ان انا افكاري بتبقى في احسن حالاتها، لكن بالليل بحس ان الدنيا اهدى، الناس نايمه، فاعرف افكر براحتي. كتابه حره ولا تحت تاثير الديدلاين؟ حره طبعا، مفيش حد ابدا يحب ان هو يكتب تحت تاثير الديدلاين. ديدلاين بيخلينا مستعجلين، فممكن افكار حلوه قوي تضيع او افكار حلوه قوي تتقدم بطريقه مش حلوه، لدرجه بس ان انا كتبت تحت تأثير الديدلاين فبيخرج عمل لم ينضج بعد. محتوى مصور ولا مكتوب؟ على حسب، أنا ممكن أختار الاتنين. ليه؟ لأن أنا أوقات كتير بحب أتفرج على الحاجة مصورة، ما أحبش أقراها، مع أن أنا بحب القراية جدا، وأوقات أكتر حاجات معينة أحب أن هي تتقدمني بمحتوى مكتوب عشان أخد منها معلومات أكتر. السؤال الثامن، شتاء ولا صيف؟ مش عايزة أكون سخيفة، بس يعني هو الصيف، أنا بحب الصيف جدا، بحر ورمل وشمس والكلام ده كله، وممكن نستخدم تكييف أو مروحة في الحر عادي جدا، لكن الشتاء هنقعد في الدفايات ورجلنا في مياه سخنة وهنكسل ننزل والكلام ده كله، فصيف. طيب دلوقتي ايريد فاجأتني ان هم عملوا لي اوثر بروفايل عندهم، فخليني اشوفه كده معاكم واقول لكم رايي. الصور حلوه جدا. تمام. مبدئيا خليني اقول ان انا مبسوطه ان هم يعني كتبوا عني بالطريقه دي،
انا مبسوطه ان هم جابوا المعلومات ديت. فانا بصيت عليه بصه سريعه وعجبني جدا. مبسوطه جدا بالبروفايل ده وبشكرهم جدا. اتبسطت جدا جدا ان انا اول انترفيو اعمله يكون مع ايريد. انا بحب ايريد، ناس مختلفه، ناس بتقدم محتوى حلو فعلا، وناس دايما بتطور، يعني دايما نحاول نشتغل على حاجات جديده ومتطوره. وانا مبسوطه جدا ان انا معاكم.